ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الرقاق الطري الجميل ده او البتاوي لسحور رمضان. يلا بينا بقى نسمع بسم الله وندخل على الوصفه بتاعتنا على طول. انا عملت كيلو دقيق. طبعا عايزه تقللي، عايزه تكتري على حسب ما انت عايزه. طبعا انا زي ما انت شايفه كده حاجه جميله لسحور رمضان، والفطار كمان في الايام العاديه حلو جدا جدا وطري وجميل. حطيت حوالي كيلو دقيق، وحطيت كمان معلقه صغيره ملح، وابتديت ان انا اقلب معايا. بعد كده انا كنت مروبه لبن، انا كنت عامله لكم الفيديو بتاع اللبن الرايب ده من زمان، وابتدي اضيف شويه بشويه عشان طبعا احنا عارفين ان الدقيق ممكن ما ياخدش منك الماده السائله كلها. طبعا كل دقيق على حسب نوع واحتياجه للماده للماده السائله، يعني اذا كان لبن، اذا كان لبن حليب او لبن رايب او ميه. تمام. بتبتدي انت عارفه طبعا نوع الدقيق بتاعك ايه. تمام. ده كان انا كنت مروبه حوالي كيلو لبن، فهشوفه ان هياخد معايا قد ايه، وهقول لك دلوقتي هياخد معايا قد ايه لبن. تمام. حتى لو ما عندكيش لبن رايب، اما انت بتروبيه في ساعتها، اللي هو طبعا احنا عارفينه اللبن السريع ده، بتدفي اللبن تحط عليه معلقه خل او معلقه عصير ليمون، وبتسيبي لمده 10 دقايق، بيبتدي يجبن معاكي على طول، وبتبتدي تستخدميه على طول. تمام. بتبتدي ان انت تعجني، بتلمي العجينه بتاعتك. هو سهل خالص، ما بياخدش وقت خالص خالص، ومع ذلك هو جميل جدا وحلو قوي قوي. في السندوتشات، سندوتشات النوتيلا بقى للاطفال هم رايحين المدرسه، حلو جدا. للفطار الصبح، للعشاء، لبين الوجبات، حلو جدا وظريف جدا وجميل جدا. تمام. بتبتدي ان انت تعجني كويس. لو عندك عجان استعمليه، ما عندكيش والله العجن بيبقى حلو جدا. انا عندي العجان والله، بس مش بستعمله. انا لقيت ان العجن على ايديا احلى واظرف كتير، وبتستمتعي كده وانت ماسكه العجينه بايديك، وبتبتدي ان انت تاخديها مرحله مرحله لحد ما توصل معاك لدرجه النعوميه اللي انت عاوزاها. بتبقى حاجه جميله واحساس حلو جدا. تمام. ابتديت ان انا اعجن لحد ما بقت العجينه معايا بالشكل ده. هو بيبقى لا طري قوي ولا يابس قوي. ببتدي ان انا حطيت حوالي كوبايه الا ربع سمنه على الزيت. عايزه تخليها سمنه بس ماشي، مفيش مشكله. عايزه تخليها بس كمان زبده مفيش مشكله. عايزه تخليها زيت مفيش مشكله، بس الزيت بينشفه شويه. تمام. بس لازم يكون ميكس، يعني انا خليت ده من ده عن ده على ده، زيت على سمنه. بس انا كنت مكتره السمنه شويه. ويا ريت تكون سمنه فلاحي، بيديكي طعم احلى وريحه اجمل واجمل. طبعا الناس الفلاحين عارفين ان السمنه الفلاحي بتخلي ريحته اجمل بكتير 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 من السمنه النباتي. بتبتدي تعجني لحد ما الماده الدهنيه كلها بتختفي معاكي، بياخدش وقت خالص معاكي. وممكن كمان لو عندك مكنة العيش بتبقى ظريف، بس هيبقى طالع طويل شوية، مش من المدور اللي هو ايه، مع يعني احنا عارفينه يعني. طبعا احنا كانت ماما وخالاتي بقى بيعملوه، بس بيعملوا رقاقة كبيرة قوي، حلوة جدا وجميلة قوي. حتى اختي الكبيرة ما شاء الله عليها في الحاجات ديت، يعني حاجة جميلة. بيطلعوا الرقاقة كده او البتاوي ده حاجة كبيرة كده، وبيبقوا فرحانين كده، بتبقى لمة حلوة قوي. كل سنة وانتم طيبين. الرقاق بتاعنا او البتاوي حلو جدا لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يعود عليكم الايام كلها بخير. واللي ما اشتركتش في القناه تتفضل وتشترك معايا، انا كونيه محمود. يا ريت تنورني وتشرفني. فين لايكاتكم وتعليقاتكم؟ انا زعلانه بجد والله. نعجن 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 لحد ما تختفي الماده الدهنيه بتاعتنا على طول. تعجني 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 لحد ما تبصي تلاقيها كلها لمت معاكي، والماده الدهنيه اللي احنا ضفناها ابتدت تختفي معايا. زي ما انت شايفه، زي ما قلت لكم، ما بياخدش وقت خالص، ولا بيحط له بودر ولا خميره خالص، لا. هو جميل جدا زي ما انت شايفه كده. عملت لكم القرص، وعملنا اللي هو الرقاق او البتاوي الطري. وخلي بالك ممكن ينفع في سندوتشات تبقى زي التويستر بتاعت كنتاكي، حلو برضه. هو شبيه العيش كتير لحد ما، شبيه العيش اللي احنا بنجيبه، العيش التويستر. تمام. ببتدي بقى خلاص ان انا خلصتها، هبتدي اسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، وهبتدي اشتغل فيها على طول. تمام. انا كنت مجهزه عندي مطرحه او اللوح الخشب اللي عندك او صينيه، كله شغال وزي الفل وبيشتغل وبقى زي الفل. ببتدي ان انا ارش دي، بتبقى جنبك دي علشان احنا بنعص ايدينا منها، وبتدهني بها عشان اصلا ما تلزقش في ايديكي. بتقطعي الحجم اللي انت عاوزاه. ممكن الرقاق تبقى صغيره، ممكن زي ما قلت لك احنا كان عندنا بنعملوها كبيره قوي، بتبقى حلوه جدا. زي ما انت شايفه كده المقاس كده. ممكن لو مش هتعرفي تظبطي ايديكي في قطعته، تبقى جنبك الميزان وتوزني كله مقياس واحد، برضو على حسب راحتك وترجع لك انت برضو. طبعا عندي المطرحه ديت حلوه قوي.
دي بتاعت ماما انا خدتها منها. ببتدي ان انا احط كمان دقيق، بكون حاطه صينيه على النار مسخناها عشان ببتدي ان انا اخبزها عليها. او لو عندك بقى الفرن الفلاحي طبعا بتبقى قاعده بقى وبيشطلوا، فاكرين الشطله دي اللي يعرفوها كده، بتبقى حلوه جدا، بتبقى لما زي ما قلت لكم ظريفه وجميله. ببتدي ان انا افردها بالفراده بتاعه العجين، بتكبريها بتملى المطرحه كلها، بتبقى حلوه قوي. وطبعا لازم تدوسي على الاطراف، كل ما بتدوسي على اطراف اي عجينه بتديكي حاجه، يعني بتديكي ايه، خفيه حلوه جدا، يعني بتديكي خفيه جميله ما تبقاش ملكومه. تمام. بتاخدي كده من جوه لبره من جوه لبره على اساس ان انت تبقى ايدك على طول، يعني ايه، ايدك ميه واحده من كل الجوانب، تبقى ايدك ميه واحده عشان تطلع كلها ميه واحده كده زي ما بيقولوا، ما تبقاش حته تخينه وحته رهيفه، لا وتتحرق منك بقى طبعا، لا ما ينفعش، مش عاوزين كده، عايزينها كلها تطلع ميه واحده عشان يبقى شكلها حلو، مش ناحيه رهيفه تتحرق مني وتبقى ناشفه وحته ملكومه وتخينه، لا تبقى كلها حاجه واحده ميه واحده زي ما بنقولوا. ببتدي ان انا خلاص افرد، ممكن نعمل كام واحده لو عندك كام مطرحه بتبقى حلوه قوي، بحيث ان انت تعملي كام واحده وتخبزيهم على طول. زي ما انت شايفه هو حلو جدا، والعجينه طيعه عشان انا خدمتها كويس في العجن وسبتها ترتاح شويه، شوفي طيعه معايا فبتتفرد معايا بمنتهى السهوله. طبعا بناكله بمربى، بحلاوه، بجبنه حادقه، كمان بقشطه على جبنه قريش، بنضيفها كده وبنهرسها معاها بتاكلها تحفه تحفه تحفه، صدقوني جربوها حلوه جدا هتعجبكم جدا. بالعسل الاسود مع الطحينه وبالعسل النحل الابيض، شايفه منظره عامل ازاي. طبعا احنا ما بنستغناش عنه في سحور رمضان، هو القرص الطريه حلوه جدا. ببتدي ان انا اقلبها، لما بتبتدي تلاقيها بتتشمع كده، لو عندك وقت والفرن بتاع البوتاجاز بتاعك برضو واسع ممكن تخبزيه فيها، بتبقى حلوه جدا، بس لازم تقعدي جنبها علشان ما يتلسعش منك او يتحرق منك. كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الايام يا رب بخير يا رب. زي ما انت شايفه اللون الجميل ده، اظن ما فيش احسن ولا اسهل من كده ولا اطعم من كده. بتبتدي طبعا ان انت دي كانت اتبهدلت مني الاولانيه، يعني اتقطعت مني. تمام زي ما انت شايفه كده حلو جدا وطري جدا، وطبعا لازم تغطيه، كل لما بنطلعي واحده بتغطيها علشان ما ينشفش منك. بعد كده بيبقى بالشكل القمر ده، بتعبيه وبتتنيه نفس التانية دي وبتعبيه في اكياس. وكل سنه وانتم طيبين، بألف هنا عليكم يا رب. باي باي.